حسين عموتة المدرب المغربي اللي هيتولى قيادة النادي الأهلي من الموسم الجديد. مين هو عموتة؟ سيبك بقى من مين هو عموتة وفنياته وكل الكلام الحلو ده اللي بيعمله عموتة. ده بالنسبة لي أهم حاجة في شخصيته، إن الراجل ده شخصية قوية، عصبي، ولعيبة الأهلي اللي موجودة في الجيل الحالي محتاجين واحد بالشخصية دي زي حسام حسن كده. لما بيروحوا مع المنتخب بيبقوا مختلفين تماما بسبب شخصية حسام حسن. احنا محتاجين الشخصية دي في النادي الأهلي مع اللعيبة والجيل الحالي. هو ده اللي هيعرف يظبط ويفرض السيطرة على الفريق ككل، ومش هيبقى فيه نجم، هيبقى فيه حسين عموتة زي ما كان بيتخانق كده مع لاعب منتخب الأردن قدامك، وزي ما بيدي التعليمات برضه. ودي أهم حاجة في عموتة، وأكتر حاجة مفرحاني إن الراجل ده هيجي عشان إمام عاشور بعد كده مش هيعرف يقفل موبايله، وهيبقى فيه حزم وصرامة بعد كده في أوضة لبس النادي الأهلي عشان اللي حصل الموسم اللي فات ما يتكررش تاني خالص في النادي الأهلي، من تسيب واستهتار من بعض اللاعبين اللي ما كانوش حاسين بالمسؤولية. عموتة أهلاوي وهو أفضل اختيار من وجهة نظري في الوقت الحالي. طبعا ده غير إنه مدرب فنيا عالي جدا ومتطور وبيحب يطور من نفسه بشكل مميز جدا جدا جدا، واخد تقريبا من الفيفا دورة الاي والبي، ودي حاجة كويسة جدا من حسين عموتة. قول لي ايه رأيك في حسين عموتة كمدرب للنادي الاهلي، وشايفه اختيار صح ولا اختيار غلط؟ وما تنساش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصل لك كل جديد. سلام.